تآمر أعداء الإسلام، كادوا المكايد وخططوا الخطط لإفساد المسلمين وتفكيك المجتمعات. نظروا في أحوال المسلم، في أحوال البيت المسلم، في أحوال المجتمع المسلم، كيف يستطيعون القضاء عليه، كيف يستطيعون تفكيكه، كيف يستطيعون إفساده، كيف يستطيعون تشتيته. فوجدوا أن السلاح هو المرأة، أن السلاح الذي يستطيع فيه أعداء الإسلام أن يشتتوا مجتمعات المسلمين، وأن يفسدوا بيوت المسلمين، وأن يفسدوا الإسلام على أهله، هي تلك المرأة. فجعلوا يخططون المخططات ويعقدون المؤتمرات ويكيدون المكايد كيف يفسدون هذه المرأة. فجاءوا بالخطط الخطيرة والحيل العظيمة، ومن ذلك أن بعثت بين المسلمين تلك المنظمات التي تنادي بحقوق المرأة، والتي تنادي بحرية المرأة، والتي تنادي بخروج المرأة، كل ذلك لإفساد هذه المجتمعات الإسلامية القيمة الطيبة العظيمة.